شعوب يعني محاربة وشعب يعني انتصاراته مالية حياته وكلام كتير كده. لما كبرت أدركت إنه يعني الانتصارات مش بهذا الحجم، وإحنا في الحقيقة شعب مش محارب. الموضوع ده على المستوى الشخصي أنا شيرين بقوله لكم، مش قادرة أقول إنه ده صدمني، ولكن دي كانت قناعة عندي كبيرة جدا. أنا كنت مقتنعة إن المصري عنده قوة ضاربة كمقاتل، وخدت وقت كتير قوي عشان أفكر المصريين كانوا مقاتلين، القدامى كانوا مقاتلين، ولا في الحقيقة أنهم كانوا فلاحين. المصري ما كانش بيروح يغزو اللي حواليه لأنه مش محتاج يعمل غزو، وقاعد جنب النيل وعنده خير مش محتاج. الجنود المصريين كانوا بيشوفوا إنه الشرف إنه يدفنوا في مصر، مش في يدفنوا في أرض غريبة. ده ولد عندنا إحساس كبير قوي بالمرارة والعجز لما ما بنقاتلش لننال حقوقنا. طيب على المستوى العام تاريخيا بقى، إحنا مثلا اتربينا على إنه مصر هي اللي كسرت المغول. طيب أولا جيوش المغول على بال ما وصلت مصر كانت تقريبا انكسرت من نفسها،